بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في فقره جديده في قراءه الكره مع الجوكر. وطبعا يا اخوانا قبل ما نبدا فقرتنا ما تنسوش تدعموا اهل غزه واهل الضفه، ربنا رب ينصرهم على من عاداهم ومن غزلهم. وبسم الله الرحمن الرحيم نبدا. طبعا يا اخوانا الزمالك اهدر فوز في المتناول منذ قليل على امام كايزر تشيفز. وطبعا يعني مش هنتكلم على التحكيم دلوقتي والكلام ده كله، لكن محمد صبحي بجد والله انت مش حارس مرمى يا محمد صبحي، يعني بجد. انا ما اعرفش احمد عبد الرؤوف النهارده ايه القرار اللي خده ان محمد صبحي يقف حراسه المرمى. انا النهارده اصلا كنت حاطط ايدي على قلبي من الراجل ده محمد صبحي. الصراحه كنت حاطط ايدي على قلبي منه. للاسف مباراه حلوه. طبعا يا اخوانا سيف الجزيري تقدم وكانت مباراه جميله. وطبعا كان في هدف تاني كمان تم الغائه، ما اعرفش اتلغى ليه. وفي ركله جزاء بتاعت شيكوبانزا النهارده يا جماعه قدم مباراه عمره مع نادي الزمالك. طبعا تعادل في اللحظات الاخيره عن طريق سولمونز. وطبعا المصري هو المستفيد من هذا التعادل. المصري نجح امس بالفوز امام زيسكو يونايتد في مباراه الاخطاء الدفاعيه القاتله. مباراه ثلاثة طبعا نجح منذر تميم ومحمد هاشم واللاعب الجزائري عبد الرحيم دغموم. ومبروك للنادي المصري، كده صدرت المجموعه مع النادي المصري. وطبعا المباراه الجايه هتبقى بينه وبين نادي الزمالك في 2026، هتبقى في 25 يناير. طبعا دي مباريات الكونفدراليه. مباراة الأهلي أمس والأهلي أمس يعني كانت مباراة جميلة جدا وكل حاجة، لكن المشاكل بدأت من بعد إلغاء هدف الجيش الملكي. وطبعا يعني الجيش الملكي لعب المباراة الأولى حلوة، وجمهور الجيش الملكي عمل لقطة جميلة قوي في أول المباراة، اللي هي طبعا البانر الجميل اللي عمله لشهداء بورسعيد وشهداء الدفاع الجوي. لكن للأسف برضو الأخطاء الدفاعية القاتلة. المباراة كان فيها هدفين وكان فيها 9 مليون إزازة اترمت امبارح وسكينة معجون. معرفش بجد والله يعني ايه القرارات دي. وعلامه استفهام غريبه، هو الفار فين؟ الفار ليه ما بيتحطش في دور المجموعات؟ دي اخطر من ادوار الاقصائيه، لان انت ممكن ماتش يخسرك نقط تطلع منه. ودي كارثه كبيره برضه في الاتحاد الافريقي بتاعنا الحلو اللذيذ ده. طبعا بعد قليل بيراميدز حامل اللقب هيقابل باور ديناموز، وبالتوفيق طبعا لبيراميدز. المباراه تبقى الساعه 6. طبعا دلوقتي مباراه ليدز يونايتد ومانشستر سيتي بدات. وكمان بعد قليل طبعا برشلونه والافيز وفرصه الصداره. طبعا النهارده برشلونه بيحتفل بذكرى تاسيسه 126 سنه على تاسيسه. برشلونه طبعا تاسس عام 1899 وزي النهارده 29 نوفمبر. طبعا مباراة النهارده هتبقى مباراة قوية جدا. طبعا غدا هتبقى قمة الدوري الانجليزي وقمة من قمم الدوري. ارسنال امام تشيلسي، مباراه تبقى مهمه جدا. طبعا كمان الليله مباراه قويه في الكالتشيو طبعا لعشاق الدوري الايطالي. ميلان امام لاتسيو، مباراه قويه جدا. باريس سان جيرمان كمان وموناكو هتبقى الساعه 6. طبعا دي مواعيد مباراه الليله باذن الله. طبعا يعني مش عايز اتكلم الصراحه على الاخطاء التحكيميه الفذه اللي احنا فيها. برضو نادي الزمالك اهدر العديد من الفرص. نادي الاهلي امس برضو لعب مباراه حلوه، برضو اهدر العديد من الفرص. وقلناها يا جماعه اللي بيضيع بيستقبل. مباراه يعني 1-0 النتيجه تفضل معلقه وكارثيه، يعني انت ممكن اي غلطه تودي في داهيه. وده اللي احنا شفناه النهارده. يعني مش عارف والله بجد. كان الله في العون. يعني نادي الزمالك كتر خيره الصراحه. طبعا كمان اصابه الجزيري، ربنا يستر طبعا. ويعني الجزيري كل ما بيرجع بيبقى حظه وحش والله هذا اللاعب. كل ما بيرجع كل ما بيتصاب، وربنا يشفيه يا رب. طبعا محمد صبحي اتمنى بقى يراجع نفسه، واتمنى يعني محمد، يعني كنا ندي الفرصه لمحمد عواد. يعني محمد عواد لعب المباراه بتاعت زيزكو الماضيه جميله جدا، لكن مش عارف منين بيودي على فين. طبعا اخبارنا خلصت النهارده. اتمنى يا رب مش تقلت عليكم. حفظ الله فلسطين. وما تنسوناش بالدعم باللايك والشير والسبسكرايب. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم منا خالص التقدير والحب والاحترام. شكرا. السلام عليكم.